رمضان كريم على الجميع. اليوم رح نعمل المعروك السوري، المعروف بأنه هو من أكلات الحلو الشعبية والمشهورة بسوريا بشكل خاص في شهر رمضان المبارك. رح نعمله بطريقة ناجحة ومضمونة 100%. رح نتعرف على كل أسرار نجاحه لحتى يطلع معكم اسفنجي وخفيف وقلبه مثل القطن. رح نعمله بعدة أشكال مختلفة وحلوة كتير ومميزة. تابعوا الفيديو للأخير لتتعرفوا على كل الخطوات والأسرار. رح نبدأ ب7 أكواب طحين أبيض منخول مسبقا، نخلته مرتين متتاليتين ورا بعض. كتير أساسي إنكم تنخلوه أكتر من مرة. رح أضيف 3 ملاعق طعام خميرة فورية، ملعقتين طعام من الفانيليا، طبعا الكمية حسب الرغبة، فيكم تضيفوا منكهات تانية مثل المحلى بالشمرة اليانسون. 4 ملاعق طعام حليب بودرة. حليب البودرة بيعمل كمحسن للعجينة لهيك ما فينا نستغني عنه. رشة ملح صغيرة. كوب من السكر، بإمكانكم تقللوا كمية السكر إذا بتحبوا تحشوها بحشوة وفيرة من التمر لحتى ما يطلع معكم حلو زيادة. هلأ رح أضيف كوب من اللبن الزبادي، لازم يكون بحرارة الغرفة لحتى ما يروح مفعول الخميرة. اللبن بيعطي طراوة وخفية للعجينة. هلأ رح أضيف نصف كوب زيت نباتي، ما بنضيف أكتر لحتى ما يتقل العجينة ويوقف تخميرها. بالبداية منحركهم بشكل جيد بواسطة ملعقة لحتى يختلطوا المكونات ويتجانسوا مع بعض، وبعدها بنبدأ بفركهم بإيدينا لحتى يتجانسوا منيح. نفركهم بشكل جيد لمدة دقيقتين. وهلأ رح أضيف الماء الدافئ. حصرا لازم تكون حرارة الماء دافئة، ما يكون لا ساخن ولا بارد لحتى ما نبطل مفعول الخميرة. منضيف الماء بالتدريج، ما منضيفه دفعة واحدة لحتى نتحكم بتماسك العجينة، ما تطلع معنا لا رخوة ولا قاسية. ما فينا نحط مقدار ثابت للماء، هذا الشيء انتو بتقدروا من خلال العجن. منحافظ على حرارة العجينة قدر الامكان اثناء العجن، ما منخليها تبرد. اذا كان الجو بارد منشغل تدفئة جنبها لحتى تضلها دافية وما يروح مفعول الخميرة. بعد ما ننتهي من إضافة الماء ويصير عنا عجينة لينة ما عم تلزق بإيدنا، بنبدأ بعجنها لمدة ربع ساعة. كل ما تعبتوا فيها أكتر كل ما المعروك بينجح معكم أكتر، حتى تصير معكم عجينة مطاطية ولينة مثل ما شايفين. هلأ منكورها، بندهنها بطبقة خفيفة من الزيت، وبعدها بنحطها بوعاء مدهون زيت مسبقا. بنغطيها بغلاف بلاستيك وبعدها بقطعة قماش. إذا كان الجو كتير بارد بنغطيها بأكتر من طبقة وبنحطها بمكان دافئ لحتى تختمر وتنجح معنا. تقريبا بتاخد 2 أو 3 ساعات. وهلا اختمرت عندي العجينة بعد مرور 3 ساعات. مثل ما قلت لكم هذا الشيء بيرجع لحرارة الجو، يعني ممكن تاخد معكم 1.5 ساعة إذا كان الجو حار. هلا رح ابدا باخذ كرات من العجين. ما منفرغ الهواء من العجينه، كتير اساسي انه نخليها مثل ما هي. منحاول قد ما فينا ما نكبس على الكرات، بس منكورها لحتى تاخد شكل مسطح شوي. هلا منغطيهم ونبدا بالشغل فيهم. طبعا ما بننسى نغطي العجينه الاساسيه اللي اخذنا منها الكرات لبين ما تخلص هي الكميه وناخد منها كرات جديده. هلا رح ابدا بدلك او مد اول كره لحتى نعمل اول شكل للمعروك. هلا انا مجهزه حشوه التمر مسبقا. فرغت التمر من العجو وضفت له ملعقه سمنه حيوانيه لحتى تعطيه نكهه طيبه، وعجنتهم بشكل جيد لحتى يصيروا ناعمين. فيكم تضيفوا منكهات اللي انتم بتحبوها. هلا بنحطها على طول العجينه، بنبلش بنسكرها بهالشكل هاد، بنلفها وبعدها بنسكر الاطراف من الجهه الثانيه، وبعدها بواسطه ايدينا بهالشكل هذا بندلكها لحتى تصير بسماكه وحده من كل الاطراف قدر الامكان. هلا بنلزق الطرفين مع بعض بشكل جيد. وهلأ بواسطة مقص أو سكينة بنفتح الأطراف بهالشكل هاد. وهيك بنكون شكلنا أول شكل للمعروك المحشي بالتمر أو العجوة. بنجهز صينية بنحط فيها ورق زبدة أو بندهنها بالزيت وبنحط فيها قطع المعروك. بناخد كرة تانية من العجين، بنبدأ بتشكيل شكل جديد. هلأ الشكل اللي رح أعمله هلأ فيكن تعملوه سادة وفيكن تعملوه محشي بالتمر. رح أحط تمر على طول العجينة، نرجع مسكرها مثل القبلة، هذا الشيء أساسي طبعا. وبعدها منلفها منشكلها على شكل رول، نفتلها هيك رح أعملها على شكل حلزون.
هذا الشكل كتير كتير سهل وبنفس الوقت حلو. شايفين؟ هلأ بنحطها بالصينية، بنخلي فيه مسافة بين القطع لأنه بعدها رح تختمر ويتضاعف حجمها. رح نعمل هلأ شكل ثالث للمعروك المحشي تمر. بنحط التمر على طول العجينة وبعدها بنسكر. هالمرة ما رح نعملها رول، رح نكبسها من الجهتين، نضغطها بإيدنا لحتى تصير هيك مسطحة شوي. طبعا كمية التمر بترجع لإلكن، فيكن تضاعفوا الكمية، فيكن تقللوها حسب الرغبة. هلأ بواسطة سكينة أو مدرج بنقطعها بهالشكل هاد. هيك بيكون انتهينا من تشكيل الشكل الثالث، كتير سهل وبنفس الوقت حلو. رح نعمل هلأ الشكل الرابع للمعروك. بتحاولوا تعملوا الشكل مثل ما موضح عندكم بالفيديو لحتى يزبط معكم أكتر. هذا الشكل بتحاولوا يكون الجزء العريض من الأسفل والأرفع من الأعلى. بنحط الحشوة من الأعلى بنسكرها وبعدها بواسطة مدرج أو سكينة نقطع الطرف الثاني لشرايط، طبعا هو الطرف العريض. وهلأ بنبدأ باللف، بنسكر الأطراف وهلأ بنلزق الطرفين مع بعض بشكل جيد. إذا حابين يبين التمر فيكن تقصوا الأطراف بواسطة مقص، هذا الشي بيرجع لإلكن. شايفين شو حلو هالشكل سهل؟ هلأ بنحطهم بنغلفهم بواسطة غلاف وبنغطيهم وبنتركهم لحتى يرتاحوا تقريبا شي ساعة أو ساعة ونصف حسب حرارة الجو. هلأ رح نعمل شكل جديد، رح نعمل ضفيرة محشية تمر كمان. بنبدأ بنفس الخطوات حتى يصير عنا رول طويل أو حبل طويل، بنعملها على شكل رقم 9. الخطوة الثانية بندخل عصاية رقم 9 بقلب الحلقة مثل ما شايفين، بيكون تشكل عنا حلقة تانية بنفتلها. هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة بنرجع مندخل هذا الحبل أو العصاية بقلبها، هيك بتكون تشكل عنا ضفيرة بشكل حلو سهل كتير. 4 خطوات بسيطة، طبعا كل ما شكلتوا أكتر كل ما بتحفظوها أكتر. شايفين سهلة وحلوة. رح نعمل هلأ شكل تاني من الضفيرة أو الجدلة. بنحتاج ل6 كرات من العجين، بناخدهم يكون حجمهم أصغر من اللي قبلهم لأنه هدول كلياتهم رح نعملهم بقطعة وحدة حتى ما تصير كتير سميكة. يصير عنا 6 حبال متساوية بالطول. هلأ بنلزقهم كلياتهم من طرف واحد، من بعد بيناتهم بنعمل كل 3 حبال بجهة. هلأ الحبلين الخارجيين بنعملهم للداخل عكس بعض بإشارة إكس، بصيروا هني من الداخل. نرجع الحبال من الخارج نرجع بنعملهم بنفس الطريقة كمان بصيروا من الداخل، ومنتابع بنفس الطريقة ونفس العملية حتى تنتهي عنا كل الضفيرة. شايفين سهل كتير. طبعا طول الضفيرة مرتبط بطول الحبال، كل ما طولتوا الحبال أكتر بتصير الضفيرة أطول والعكس صحيح. وهيك خلصنا كل الضفيرة. شايفين شكلها كتير حلو. هاي عملتها سادة بدون حشوة. هلأ رح أعمل شكل جديد، رح أعمله سادة. ناخد كرة بنحاول تكون ملساء ومكورة بشكل جيد لحتى يزبط معنا قرص المعروك. هذا الشكل كتير سهل ما بياخد شغل أبدا. أهم شي نكون مجهزين السمسم، منلك الكرة ومنضغطها على صحن السمسم. شايفين كتير سهلة. هلأ بنتلكها ومندورها لحتى يصير عنا قرص مدور، ما كتير منرقها، بنخلي فيها شوية سماكة لحتى يصير عنا نافش شوي. رح نعمل شكل جديد. نحتاج لكرتين عجين، كل كرة ندلكها بإيدنا بهالشكل لحتى تصير حبل طويل. نعمل حبلين بنفس الطول وتقريبا نفس السماكة، نعملهم بشكل متعامد على شكل إشارة زائد، وكل حبل منلفه حوالين الحبل التاني مثل ما شايفين. هلأ لفينا الحبل الأول، نرجع نعمل لفة للحبل التاني.
وهيك حتى تخلص معنا كل الضفيرة. كتير سهلة، مجرد ما تعرفوا الفكرة فورا بتلاقوها خلصت معكم. بتقفلوها كيف ما بدكن، مو بشكلي، بعدين رح تختمر وما رح يبين شكلها من تحت. وهيك بكون خلص معنا هذا الشكل. وهلأ رح أعمل الشكل الأخير من المعروك. بقيت عندي هالقطعة من العجين، هلأ رح أحشيها تمر، بسكرها من كل الأطراف، وبعدها رح لفها بشكل رول. شايفين شو سهل؟ من رول واحد عملنا أكتر من قطعة. وهلأ ارتاحوا قطع المعروك وتضاعف حجمهم بعد مرور تقريبا ساعة ونصف. طبعا مثل ما قلتلكم بتكونوا مغطينهم وحاطينهم بمكان دافئ. وهلأ صاروا جاهزين لحتى ندخلهم على الفرن. نشغل الفرن مسبقا من الأعلى ومن الأسفل، بنخليه يسخن كتير منيح. هلأ رح نجهز الخليط اللي رح ندهن فيه وجه المعروك. نحتاج لصفار بيضة وملعقة طعام حليب بودرة، رشة فانيليا ورشة مي. بنخلطهم بشكل جيد. ممكن إذا مو حابين تستخدموا البيض تكتفوا بالحليب البودرة والمي، الفانيليا لحتى نروح نكهة البيض. هلأ رح ندهن قطع المعروك بالخليط اللي عملناه. بنحاول ندهن كل الأجزاء لحتى تاخد لون واحد. هلأ رح حط على وشهم سمسم، ممكن تحطوا حبة البركة يانسون. المعروك ما كتير بياخد وقت بالفرن، تقريبا 7 دقايق كل صينية. انتو بتبقوا عم تراقبوها، وقت تشوفوا حمرت من الأسفل بتحمروها من الأعلى وبتطلعوها، بس بتخلوه شغال من الأعلى ومن الأسفل. وهلأ انتهيت من خبز كل كمية المعروك، ما أخدوا وقت معي كتير بالفرن. أول ما يطلعوا من الفرن بنحطهم على قطعة قماش ونغطيهم كمان بقطعة قماش، ما بنغطيهم بنايلون لحتى ما يعجنوا. التغطاية مهم كتير أول ما يطلعوا لحتى يضلوا طرايا معنا. تقريبا بيبقوا يومين 3 عنكن، بيضلوا كتير طيبين وما بينتزعوا أبدا. شايفين كيف أخدين لون كتير حلو؟ ما شاء الله طلعت عندي كمية وفيرة، تقريبا 17 قطعة كبيرة والقطعة الصغيرة اللي عملتها بالأخير. إذا حابين تحتفظوا فيهم فترة أطول بتحطوهم بعلبة، بتلفوهم بقطعة قماش وبتحطوهم بالبراد. معروك خفيف ومثل القطن، كتير ناجح ولذيذ جدا، بطريقة مضمونة 100%. بتمنى تكون نالت إعجابكم، بتمنى إنكم تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم دائما كل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا شير لأصدقائكم لحتى تعم الفائدة للجميع.